38 ساعة في الجيش بتاع جدة بعد ما خلصت كل الإجراءات، كل مشوراتنا طلعت المطار، بعد كده اهوت 38 ساعة نايمين احنا ربنا يعبرشوا. طلعت يوم الاثنين الساعة 1 الظهر، طلعت الطيارة ونزلت قال لي مالكيش مكان، كأنها كانت أتوبيس. اسمع لأول مرة هنا إن في ناس ولادها معتقلين بقالهم 3 سنين. سألهم أنت هيودوك فين في جدة عشان أهلي يسألوا عليا، فقالوا راح الراجل قال له لا احنا هناخدك على جوازات الرياض، واللي موجود في الرياض دي الداخلية مش الجوازات. الشتاء جه علينا والصيف جه علينا، وقدمنا بلاغات لوزارة الخارجية والمجلس العسكري ورئاسة الوزراء، محدش بيسأل فينا، ولحد الآن لا تهمة ولا محاكمة. ليه بيعملوا فينا كده؟ احنا مش عايزين بلدهم، ما احناش عايزين فلوسهم. السعودية اللي داخلها مفقود والخارج منها مولود. انا عايزة ابني، انا وابني ملناش الا بعض، بتاعي وهو حياتي. نعمل ايه؟ فين كرامتنا؟ حرام عليكم، حافظوا علينا اكتر من كده. عايزين المسؤولين بتوع البلد بتوعنا ليه متهاونين؟ ليه حقنا مهضوم ومهضوم كرامتنا ومهضوم قيمتنا في الدول العربية؟ ليه؟ رد عليك يا ماما من السعودية او السفير المصري؟ ولا اي حد كلمنا. احنا اخر مرة جينا هنا كنا الاربع اللي قابلنا السفير جوه، تكرم وتعطف علينا اخيرا، دخلنا وقابلناه، طبعا كلمنا باستهزاء وادانا وعود ان هو الكشف، احنا مقدمين كشف ب50 معتقل. اتفضلي. انا عايزه اقول نداء لخادم الحرمين الشريفين، اولا الشكوى لغير الله مذل. انت لازم تفهم حاجه واحده، انا مش عايزه اتكلم، انا اشوف عيالي نايمين حواليا، لو حد من اهلك دوت يرضيني. زوجك اسمه ايه يا حاج؟ انا زوجي اسمه شرف عبد العزيز المغاز، شقياني 22 سنه وعندي باجي استقر بقى عنده 48 سنه، شحتين نغرة السكه جايين فاهم، ومحدش راضي يفتح لنا ولا حد راضي يكلمنا. يجي جوزي داخل للسفير يستنوا هما بيصلوا ويخرجوه يهربوه ويمسكوه يحطوا الطبنجات على قلبه عشان ما يدخلش، يقولوا ممنوع. 3 مصريين. هو ايه مطالبك يا حاجه تاني؟ مطالبي ان هو حقوقه ترجع له، عايزين حقنا بما يرضي الله، مش طالبين منه ايه هي حقوقه؟ ايه هي حقوق؟ خشب وعربيه BMW وغير ضربه في الجبل غير مكسرين صوابعه، وقعد ياخد جلس على 2 سنين هنا في مصر. يعني الكفيل استولى على معداته والحاجه؟ ايوه استولى على كل حاجه. اسم الكفيل ايه؟ اسم الكفيل عبد الله سليم المطرفي. منين؟ من السعوديه في المدينه المنوره، وعبد الله تيجي في بيتنا وجي هنا وعملنا له الواجب. بقى جوزي ينيمه على السرير وينام هو على الارض، وبعد ما يروح هناك يضحك عليه لما جوزي يعمل ثروه هناك من تعبه وشقاه، الاخر هو يستولى عليها ويبعت 3 ياخدوه الجبل يقتلوه. سبب المشكله ليها سبب؟ لا ملهاش اي سبب. غير ان هو استولى على معداته. ايوه انا بعت له ناس عشان تموته، وجوزي جه لقى اوضه فيها سعوديين هم اللي بلغوا الدوريه، يعني السعوديين هم اللي بلغهم على زمايلهم اللي كانوا عايزين يموتوا جوزي، هم اللي بعتوا جاب الدوريه لما لقوا جوزي مضروب. ايوه. وياخدوه كمان بعد ما يضربوه كمان يسجنوه ويرحلوه ببطاقه من اقامه وجواز سفر وكل حاجه. اسم الكفيل تاني الرباعي يا حاج اسمه ايه؟ اسم الكفيل عبد الله سليم المطرفي. من المدينه المنوره؟ من المدينه المنوره. تمام ماشي يا حاج. وبعدين قضيه عن الرحمه ارحموا الاطفال دومت اللي مرمين في الشوارع. تمام يا حاج تمام ماشي. قضيتنا عند الشيخ عبد الله الطريقي، انا قضيتنا يا استاذ عند الشيخ عبد الله الطريقي. هو الشيخ عبد الله الطريقي اللي في المحكمه في المدينه المنوره في المحكمه الجزئيه، هو خد الحته والنبي لو سمحت يا شيخ عثمان. قضيتنا عند الشيخ عبد الله الطريقي في المدينه المنوره. الشيخ عبد الله الطريقي هو اللي ظلمنا، ربنا يظلمه فيه وفي عياله وبصحته. ماشي يا حاج. هو اللي ظلمني. ماشي يا حاج. هو اللي ساب ترحيلي من غير ما اخد حقوقي، وبقى لي 2.5 سنين بس من ربنا ينتقم منه. بلاش من الملك عبد الله. يا عم انا اسف ان انا اكمل بعد يعني هو بيستفزونا وعايز زي وخلاص على اي حاجه. بحقيقه علم الاحوال احنا مش هنخرج بره موضوعنا، احنا جايين هنا مسالمين محترمين، كلنا ناس متعلمين دكاتره ومهندسين عارفين ايه حقوقنا وعارفين ايه واجباتنا. احنا جايين بنطالب بالافراج عن المعتقلين بدون تهمه وبدون ذنب، وهنفضل نيجي وهنصر على راينا لحد ما يجي كل مصري معتقل هناك في اي دوله سواء السعوديه او غيرها. لا ماشي. اتفضلي يا حاجه. اسم حضرتك؟ فاطمه محمد ابراهيم سامي. جايه قدام السفاره السعوديه يا حاجه، في ايه؟ انا جيت عده مرات هنا عشان معتقلين زوجي